ثواني بس يا جماعة، فين اللايك على الفيديو، فين الاشتراك في القناة علشان لمّا انزّل فيديو جديد يوصل لكم، عايزة اسمع صوت الجرس وهو بيعمل تريرين، تريرين، تريرين. خلاص عملنا لايك على الفيديو وعملنا اشتراك في القناة، يالّا بقى قولوا لي أنتم بتشوفوني من أنهي بلد، اكتبوا لي في الكومنتات وأنا بارُد على كل الكومنتات وباعمل عليها قلوب. يالّا بينا ندخل نشوف القصة معانا بتقول إيه. بيقول أنا عارف إن أنا بابعت لِك وأنتِ مش هتشوفي الرسالة، لأ شُفتها أهو وهارُد عليك كمان. بيقول أنا اتعرّفت على واحدة من سنتين، أنا من الصعيد وهي من بحري، هي مطلّقة، أنا متزوج ومعايا أولاد. فضلنا سنتين نتكلم مع بعض أصدقاء، بنتكلم على طول، هي متعلمة تعليم عالي وأنا برضه متعلم مع تعليم عالي، ومعايا وظيفة وهي كمان متوظفة المهم وإحنا بنتكلم في مرة قالت لي إن في عريس اتقدم لها وأهلها طلبوا منه شقة باسمها ومهر وشبكة ييجوا ب700,000 جنيه مثلًا، ده غير الشقة، ليه هي ملكة جمال مصر والّا إيه، والّا هي هند رستم والّا إيه، ما علينا. المهم المهم إن إحنا اتعلقنا ببعض أوي، بس ما حدش معترف للتاني بحاجة لحد النهارده، وإحنا بنتكلم تاني قالت لي برضه بعدها بشوية قالت لي إن في عريس اتقدم لها تاني، قُلت لها: "خلاص ربنا يسعدِك وأنا خلاص مش هينفع أكلمِك تاني خلاص." راحت قالت لي: "لأ أنا هاعرّفه عليك، وأنت لازم تفضل جنبي عشان أنا اتعودت عليك." المهم بعد كلام كتير أوي رضيت إن أنا أفضل جنبها، بعد كلام كتير قُلت لها: "خلاص طيب." ولو هو رفض وجودي قالت لي: "لأ خلاص هارفضه." واو! إيه الجمدان ده! أنا مستحيل أتخلّى عنّك مهما حصل oh my god. المهم في نفس اليوم اعترفنا لبعض بحُبنا وهي متمسكة بيّا جدًا وأنا كمان متمسك بيها، بس المشكلة خايف إن أهلها يطلبوا منّي نفس الطلبات، شقة باسمها ومهر يعني ب700,000 جنيه والّا حاجة، وطبعًا أنا معييش المبلغ ده كلّه ومعييش الفلوس دي أساسًا، أنا مش عارف أعمل إيه وخايف على صدمتها يا حرام! لإنها قالت لي: "أنا مش هاتحمّل وجع إنّك تسيبني." oh my god! إيه القشعرة اللي أنا فيها دي يا جماعة؟ ولو حاولت أعمل قرض والكلام ده كلّه عشان أجيب طلباتهم بجد هيأثّر عليَّ ماديًا ومش هيخلّيني أقدر أعمل حاجة، أنا مش عارف أعمل إيه ومش عايزة أتخلّى عنها، انصحيني بقى مش أنتِ بنت انصحيني بالله عليكِ. أنصحك أقول لك إيه؟ أنت جرّب حظك بقى، أنت روح وأنت وحظك، والله قالوا لك برضه شقة و700,000 جنيه ومش عارف إيه، قُل لهم لأ خلاص بقى بنتكم عندكم، بنتكم تلزمني، بنتكم ما تلزمنيش قصدي، أو بعد كده في حل تاني ممكن أقول لك عليه برضه، ممكن تاخد المدام بتاعتك وتروح أنت والأولاد بقى وتشرحوا لأهلها بقى الظروف والكلام ده، قُل لهم معلش والله أصل المهر غالي ومش عارف إيه وبجد هيأثّر على عيالي والكلام ده كلّه. وشوف بقى رأي مراتك هيكون إيه، وشوف أنت اللي أنت متقدّم لهم دول هيقولوا إيه. أنتم خلاص مش هتخلّوا فيّا دماغ، مش هتخلّوا فيّا دماغ. استنوني في فيديوهات تانية كتير وقصص كتير، وما تنسوش اللايك الجميل على الفيديو والجرس اللي يعمل تررين تررين، والاشتراك في القناة وتعليق منكم حلو كده، واللي عايز يبعت لي أي مشكلة لا قدّر الله عندكم صفحة الفيسبوك على القناة، تخشوا عليها وتبعتوا لي الرسايل وأنا بارُد على كل الرسايل وبارُد على كل التعليقات وباعمل عليها قلوب كمان. باي باي.